ليديز اند جنتلمان، اهلا بكم في الفيديو. ازاي اعمل فلوس لو سني تحت ال 20 سنه؟ I'm a bad man, taking on the world with a gun in hand. Find my trail where the blood ran. 'Cause I'm a bad man, I'm a bad man, taking my time in the killing fields, ripping the cover from the selling seal. Yeah, I'm a bad man. سؤال اجابته هتهمك كتير جدا جدا في حياتك. انك تعمل فلوس ده مش واقف اساسا على سن معين او وظيفه معينه. الانسان بيحدد اللي هو عايز ياخده مش اللي هو بيستحق. ده بيبقى واقف على القدره والمهاره بتاعتك انت في كسب الفلوس. بس هو انا فعلا اقدر اعمل فلوس وكويسه تقدر تعيشني كشاب تحت ال 20 سنه واقدر اعملها فعلا وانا سني تحت ال 20 سنه؟ تقدر وما تستغربش. كل المطلوب منك انك تستغل الافكار اللي هقولها لك دي خطوه بخطوه وتخش وتقرا عنها اكتر وتفهمها اكتر واكتر وتاخد كورسات في الحاجه اللي انت فهمتها واللي انت حبيتها من اللي انا بقوله وتخش تنفذها وتبدا فيها من دلوقتي وتصبر على نفسك شويه لحد ما الرزق يجيلك. قشطه؟ كل اللي هقوله لك حاجه واحده منهم انا من تجربتي الشخصيه والباقي انا فعلا قريت عنهم وعرفت ان هي فعلا حقيقه. تعال اقول لك الاول انا ابتديتها ازاي وبتجربتي الشخصيه، وكمان وانا في البيت ومن غير ما اتحرك وانا قاعد قدام الكمبيوتر، وتقدر تعملها كمان وانت على التليفون مش لازم. انا اقول لك الاول انا في سنه كام؟ انا في ثالثه ثانوي يا جدعان، يعني مفيش اصعب من كده. بس انت تقدر توفق بين كذا حاجه وحاجه، ولو ما تقدرش استنى لما تخلص السنه دي وخش على السنه اللي بعدها. لو انت مثلا في ثالثه اعدادي ممكن تكون صعبه شويه، بس لما تخش على اولى ثانوي. لو انت في تجاره او في صناعه او في زراعه الحاجات دي مش محتاجه مذاكره قوي، فانت لا يا باشا خش من دلوقتي وابدا. طبيعي انك هتفضل زي ما انت تاخد مصروف من والدك او والدتك لحد ما تكبر ولحد ما تتخرج. طب وبعدين هيفضل الحال زي ما انت على كده؟ لا طبعا، المفروض انك تشتغل على نفسك وتبدا تدور وتلاقي شغل عشان تزود من دخلك وتحوش، وتقدر بعد كده انك تجيب اللي انت عايزه. والدخل اللي انا بقول لك عليه، الفلوس اللي انا بقول لك عليها دي مش 2000 ولا 3000 جنيه، لا ده 1000 دولار في الشهر. انت متخيل يعني ايه 1000 دولار في الشهر؟ يعني 20000 جنيه في الشهر، وممكن تزيد عن كده كمان. وانا من الناس اللي شغاله في الاونلاين بيزنس وهو الفريلانسنج، وانا عارف انا بقول لك ايه ونجرب الحاجات دي. لما تيجي نخش في الحوار واعرفك على كام مصدر كده تقدر تجيب دخل منه كويس. اول حاجه انك تعمل اونلاين بيزنس على الانترنت خاص بيك انت، يعني مثلا انك تعمل مدونه. حرفيا تقدر تكسب الموضوع ده وانت قاعد في البيت ومن غير كمبيوتر كمان، ممكن بالتليفون فقط. ولو انت من الناس اللي بتحب الكتابه فانت فعلا هتستمتع بالموضوع ده جدا. انك تعمل مدونه خاصه بيك انت تقدر تكسب من الموضوع ده بطرق مختلفه كتير جدا، اعلانات، تسويق، او حتى بيع المنتجات. ومن الحاجات التانيه اللي انت تقدر تعملها برضه انك تعمل قناه على اليوتيوب، تطلع على اليوتيوب تتكلم عن حاجات انت عارفها. لو انت اي حاجه انت بتتكلم عنها، كورسات فوتوشوب، كورسات مونتاج، اي حاجه. او انك تنشئ متجر الكتروني تبيع عليه الحاجات بتاعتك، ودي الحاجات هتكون للبنات اسهل بكتير جدا من الولاد. زي مثلا انك تبيع عليه مثلا الاعمال اليدويه بتاعتك زي الكروشيه والتريكو والاعمال الديكور واعمال الخرز والحاجات اللي البنات بتعملها. او التداول على المنصات زي اولين تريد واكسنس، بس دي هتحتاج منك الاول انك تتدرب على المنصه ومحتاجه راس مال مبدئي منك شويه. تاني طريقه ودي اللي انا مجربها شخصيا وشغال عليها دلوقتي، وهي الفريلانسنج او العمل الحر. وتعالى بقى هنا جنبي يا حبيب قلبي، دي لعبتي. انت متخيل ان العمل الحر تقدر تستفاد منه كمصدر دخل اساسي ليك انت وتكسب منه الوفات الدولارات؟ ايوه انت سمعت صح، الوفات الدولارات مش الجنيهات. لان معظم الناس اللي بتبقى على المنصات دي بيبقوا عرب واجانب، فالطبيعي ان هم هيتعاملوا بالعمله المتداوله حوالين العالم وهي الدولار، اكيد مش هيكون الجنيه يعني. تقدر تستخدم مهارتك دي في انك تشتغل مع عميل وتقدم له الشغل اللي هو عايزه بدون اي مشكله وبعائد كويس ليك انت وبدون اي نصب. وحتى لو اتنصب عليك من العميل ده، المنصه ذات نفسها تضمن لك حقك، صدقني على التجربه. والمنصات اللي انا اشتغلت عليها زي اب وورك وفريلانس ومستقل، منصه ليها حقوق شخصيه وخصوصيه جامده جدا، وفعلا ما فيهاش اي نصب وبتضمن لك حقوقك كامله جدا. طب متطلبات شغل العمل الحر دي ايه يا معلم؟ اقدر اشتغل عليه ايه؟ بص يا حبيب قلبي، تقدر تشتغل عليه اي حاجه، تقدر تشتغل عليه مصمم،
تقدر تشتغل عليه كاتب، تقدر تشتغل عليه مترجم، تقدر تشتغل عليه اب ديفلوبمنت، ويب ديفلوبمنت. لو انت طبعا تفهم في الفوتوشوب وادوبي بريمير وادوبي الستريتور تقدر تشتغل على اي حاجه من الثلاثه دي، زي المونتير وصور الفوتوشوب والتصميم وتصميم اللوجوهات والتعديل على الصور وكل الكلام ده. وكمان تقدر تشتغل في الماركتنج، ناس كتير جدا بقت شغاله في الماركتنج دلوقتي وبتكسب فلوس كويسه جدا منه. تقدر تخش انت بنفسك على المنصه دي وتشوف الشغل اللي موجود عليها والشغل اللي يعجبك، خش واقرا عنه. لو عجبك الشغل ده خش وخد كورسات فيه، ولو انت فاهم في شغل معين موجود على المنصه دي او تعرف نبذه عنه خش وثقف نفسك فيه اكتر وتطور فيه اكتر، وخش يا معلم على المنصه دي وسجل نفسك فيه، وان شاء الله اضمن لك عائد كويس جدا ليه. ثالث حاجه واعتقد ان دي حاجه سهله جدا وهي الكورسات الاونلاين. في حكمه جميله جدا انا بحبها بتقول the best way to learn is to teach، معناها افضل طريقه للتعلم هي التدريس. لو انت بتتعلم حاجه معينه وانت نوعا ما كويس فيها انك تقدر تدي كورسات فيها، دوس ادي كورسات. ده هتطور من نفسك، وكمان هتاخد ثواب انك تعلم الناس التانية اللي مش فاهمه في الحاجه دي اي حاجه انك تعلمها. لو انت بقى بيرفكت في حاجه تانية زي حاجات مثلا اللي انا بقدمها عن التعامل مع الناس والعلاقات والثقه بالنفس والفاشن، دوس يا معلم ودي كورسات فيها. تقدر كمان برضو تدي كورسات على منصات كتير جدا او سوشيال ميديا كتير جدا، مش لازم في الحاجات اللي انا بقدمها، ممكن حاجات تانية انت عارفها زي مثلا كورسات الفوتوشوب والمونتاج وحاجات تانية كتير. تقدر تقدم الحاجات دي على الفيسبوك، يوتيوب، زوم، او فيديوهات متقطعه حتى على التيك توك. عيش يا معلم. رابع مصدر بقى وهو الماركتنج. مين عايش معانا على الكوكب يا جدعان وما سمعش عن الماركتنج؟ دايما بنسمع عن الماركتنج في حياتنا، بس في ناس ما تعرفش يعني ايه الماركتنج. هلخصه لك كده في كام حاجه بسيطه جدا واقول لك يعني ايه الماركتنج. الماركتنج هو تسويق لمنتج معين. انت من الاخر كده بكل شغلك في التسويق انك بتحدد العملاء اللي انت هتوجه ليهم الشغل بتاعك، تحدد مواصفاتهم، وكده تبقى حددت الماركت بتاعك، وبعد كده تعرف الاحتمالات بتاعت العملاء دي، هل هم هيقدروا يشتروا المنتج ده بالسعر ده ولا لا؟ هل هم يقدروا يشتروا كميات من المنتج ده ولا لا؟ فانت لازم يبقى ليك نظره للناس. لو انت ما تعرفش عن الموضوع ده ازاي يبقى ليك نظره في الناس، ازاي تتعامل مع الناس، فانت المفروض تتابع قناه جنتلمان لايف ستايل. ايه يا اسطى اللي مخليك مش متابعني؟ يلا يا معلم خليك كده وتابعني. في الهير كات الجديده اللي انا هعملها، ايه رايكم؟ ارجوك بعد كده بلاش تسترخص وتنزل الحلقه اللي تحت بيتكم. محل الحلاقه اللي انا حالق عنده بيقدم لك كواليتي كويسه جدا، والحاجات اللي هو بيحلق بيها متعقمه ومتنضفه. مكان كويس جدا، قاعده مريحه، تكييف، مفيش دوشه، هتحلق الحلقه اللي انت عاوزها، وتقدر تجيب اي حلقه من على الانترنت او اي حلقه انت شفتها وعجبتك وتروح هناك وتقول انا عايز احلق الحلقه دي، هيحلق لك الحلقه اللي انت عاوزها بالظبط. والاسعار مش مكلفه جدا، بالعكس الاسعار كويسه جدا. سيب لك الرقم تحت في الديسكربشن وخش تابعه على الانستجرام. ما تنساش لما تروح تحلق تقول انك من طرفي. روق عليك. بس كده يا معلم، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. ما تنساش بقى تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، ولو انت بتشوف الفيديو على فيسبوك ما تنساش تعمل لي فولو، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب، وخش دلوقتي حالا اعمل لي فولو على الانستجرام. هنزل اوتفيتس كتير بمناسبه الشتاء، ملك المواسم. بس كده يا معلم، اشوفكم في فيديو جديد. ليديز اند جنتلمان، سلام.